اما انا النهارده بقى عملت شويه ملوخيه ريحتها مفحفحه وجايبه اخر الدنيا، ولا طعمها ومذاقها. يا ريتكم كنتوا معايا وكلتوا احلى ملوخيه. خضرها هتحافظي عليه ولا هتسود ولا هيحصل لها اي حاجه ولا طعمها يتغير وعرقها يبقى مظبوط بمشيئه الله. نبدا الفيديو بتاعنا على طول، وافضل طريقه لتفريز الملوخيه هي دي الطريقه الصح بمشيئه الله اللي هتعتمديها. انا بقالي سنين معتمداها انا وماما، هي طريقه ماما، ربنا يبارك فيها وفي صحتها وفي عمرها، وكانت افضل طريقه للتفريز. بنحافظ كده عليها. بصوا بقى، انا بحب اجيب الملوخيه اللي بتبقى طويله كده، مش بحب اجيب الملوخيه الصغيره. وبعد كده بسيب منها، وانا بعد ما بقرطفها شويه عروق كده صغيرين، ده بقى بتسكر لي الملوخيه وبتخلي ليها يبقى ليها عرق. باخد شويه بشويه كده واحطهم في مصفى، وابدا ان انا اقلب كويس جدا. المصفى دي كده اغسلها كويس جدا، وبعد كده افردها على طول على اي ملايه كبيره او اي فوطه كبيره كده وهسيبها بقى من ساعتين لتلاتة، ممكن 4 ساعات، لحد ما اتأكد تماما ان الملوخية نشفت كويس جدا. ذكر النهاردة هيكون لا إله إلا الله. طول الفيديو قولي لا إله إلا الله. يلا ساكتة ليه؟ شغلي لسانك وافضلي قولي لا إله إلا الله. جبت شوية من الملوخية الحلوة دي وابتديت ان انا اخرطها، سواء ان انتي هتخرطيها او هتفرميها في المفرمة. طبعا الاتنين طريقتين حلوين جدا وكلنا بنعتمد الطريقتين، بس المفرمة بصراحة بتنعم الملوخية احيانا بزيادة. يعني انتي لو في المفرمة هتفرميها خلي بالك ان هي تبقى قطع كده، وكل شوية قلبيها جوه المفرمة، بصي المفرمة وديها تقليبة عشان ما تنعمش معاكي بزياده. حتى وانا بخرطها هنا مش بخرطها يعني مخليها الى حد ما مش ناعمه بزياده، فيها كده سنه خشونه كده، خشنه كده سنه بسيطه. بس كده. هنبدا ان احنا بعد ما خرطنا الملوخيه الحلوه دي نركنها على جنب. ودول 3 كوبايات من الشوربه، ويفضل ان هم يكونوا باردين تماما. حطيت عليهم معلقه من السكر، ربع معلقه من الملح، وربع معلقه من الكربونات. الكربونات بيحافظ على خضار الملوخيه وبيعتبر كماده حافظه هو والسكر. هنبدا بقى ان احنا نجيب الملوخيه الشوربه الحلوه البارده دي ونبدا نحطها كده حطي كبشه وقلبي في الملوخيه كلها، كبشه اللي بعدها، ونفضل نقلب لحد ما الملوخيه بتاعتي تبدا ان هي تتشرب الشوربه الحلوه دي، وتبدا ان هي كده تمسكيها بايديكي تحسي ان هي تلتصق بايدك، تحسي ان هي مبلوله كده، يعني فيها نسبه ميات كويس. طبعا لازم الشوربه تبقى بارده عشان لما نحطها في الاكياس تكون بارده وما يحصلش اي حاجه لا قدر الله. هنا بقى حطيت شويه حلوين كده في كل كيس، وظبطتها فرغت الهواء اللي من جواها. وهبدا بقى ان انا اقفل الكيس بالشكل ده. بصوا الجمال، بصوا حاجه كده نظيفه على طول متوفره عندك، مش تبعتي حد بقى كل شويه هاتولنا كيس ملوخيه ولا لسه هتقرطفي. طبعا في ناس كده اكتر طريقه مشهوره اليومين دولت اللي هما بيحطوا الملوخيه بعد ما بتنشف في الاكياس زي ما هي. بس انا بصراحه هي اوكي ماشي، طريقه جميله وزي الفل، بس المشكله ان انا هطلع بقى اكون جاي من شغلي مثلا واقعد افرم تاني واوسخ الكبه تاني، فدي افضل طريقه اللهم بارك وطريقتها زي الفل. حطي بقى على طول بعد ما تحطي في الاكياس على طول على الفريزر شويه سمن حلوين، وقلبي معلقه صغيره من الثوم المهروس لحد ما تاخد اللون الذهبي. انا عايزه اللون الذهبي بس، مش عايزه اللون المحمر، عشان لو حمرتي التوميه دي هتبقى طعمها ممرر. وبعد كده نزلت على طول بفصين كمان من التوم مع الشوربه، وهوطي خالص. امتى بقى اطلع الملوخيه دي؟ الملوخيه دي اللهم بارك بقى لها اسبوع في التلاجة، واللهم بارك محتفظه بلونها، وسواء قعدت سنه دي طريقه السنين. حطيت كمان مكعب من مرقه الدجاج وفصين من التوم النيين، وهوطي خالص. اول بقى ما نطلع الملوخيه الحلوه دي من الفريزر على طول على الشوربه السخنه، وطي خالص بقى عشان يبقى شمعه. بصي لو انتي سبتي الملوخيه دي انها تفك خالص تماما وبتبقى بدرجه حراره الغرفه، من تجربتي ان هي لونها هيسود جدا. لكن احنا اول ما بنطلعها على طول من الفريزر، فك الكيس كده على طول وعلى طول على الشوربه، وطي خالص على الشوربه. هنا بديها رشه سكر صغيره يعني ربع معلقه، وافضلي بقى قلبي باي مضرب كده لحد ما الملوخيه تبدا تدوب. ممكن حتى ما تقلبيش، روحي حمري الرز وشويه كده قلبي. اول ما الملوخيه تغلي غلوتين بس، يعني اول غلوه تاني غلوه، وروحي اطفي على طول. وبعد كده حطيها على العين التانية. يلا بقى التوم معلقتين حلوين كده من السمن، ماشي، وحطي فيها بقيه راس التوم. انا زي ما قلت لكم، او انا ما قلت لكمش للاسف، انا حاطه راس توم سليمه. هنبدا بقى نحمر راس التوم اول ما تكسر اللون الابيض، قبل ما تبدا اللون الذهبي كده لونها يدبل. حطي معلقه صغيره من الكزبره الناشفه وشوحيها معاه، تاخد اللون الذهبي الفاتح كلها، مش المحمر، الذهبي الفاتح. بصي على طول على وش الملوخيه. بصوا بقى الجمال. هنا بقى انا طافيه، وهنبدا بقى ان احنا نطشها زي ما انتوا شفتوا. وبس كده، ما تنسيش الذكر بتاع النهارده.